بالنسبة ليك النهاردة هتقوم بكتير من المهمات. يوم الخليف هتبقى مختلفة في كل شؤون أسرتك ومهماتها اللي مفروض تقوم بيها. هتتطور كل شؤونك المهنية بشكل كويس جدا، في مغازلة، في وجود لشخص لطيف هيخلي يومك مميز جدا وهيديلك أخبار حلوة، فيها محادثات مع كل أصحابك القريبين والبعيدين، في معلومات قيمة جدا حول خطط مهمة جدا في حياتك واهتماماتك المادية، في مفاجآت رئيسية ممتعة جدا هتبقى ليها علاقة ببيتك. هتلاقي النهاردة صعوبة في انك تحافظ على مزاجك يبقى ايجابي وممتع طول اليوم. هتميل لانك تنخرط في شوية مشاكل هتبقى بتزعجك بشكل كبير، خاصة لو كان عندك محادثة فيها نوع من انواع الخبرة مع شاب او طفل في يومك ده. بالنسبة ليك الخميس هيجيب ليك أمور كتيرة هتبقى بتتعلق ببيتك وأسرتك وقراراتك اللي هتبقى متعلقة بأسرتك، كل التغيرات كل الخطط مع دايرة أصحابك، ومن كل ده اليوم بيبقى بيتأثر في كل قراراتك مع كل أصحابك. هيجيب ليك تورط واضح في محكمة مع شخص ما أو قضية قانونية هيكون فيها دور تاني ليك هيتعلق بالصحة، هيبقى في احتمال لسوء التشخيص والعلاج اللي غير صحيح. هتبقى عندك مفاجآت كتيرة في اليوم ده تبقى مرتبطة بامرأة عندك أو أموال أو حتى ضيوف، اجتماعات كتيرة انت مش متوقعها. حتى لو كنت جاهز ليها في اليوم ده حاول تتريث شوية. هيبرز برج العقرب في كثافته لينا في اليوم ده وهيبقى بيأثر علينا. هنبقى معتمدين استراتيجيا مدركين عاطفيا لأن القمر عنده رغبات كتيرة جدا في العلاقات الرومانسية. المريخ بيشكل تخامسي خماسي مع زحل بيشير لطاقة اننا نتوقف وننطلق في محاولة فرض قضايا، مرجح جدا اننا نواجه مقاومة فيها. في بعض الاحيان هتكون المقاومة الداخلية اللي عندنا بتمنعنا من اننا نتردد، الخوف من اننا ناخد اجراءات مباشرة للعبور ده هيبقى فيه وسيلة لتحفيزنا بمنظور في نبص لنص الكوب الفارغ، نحس بالقواعد والقيود والحدود بالثقل اللي عندنا، هنصعب اننا نتوثق وننسق في رغباتنا.